بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يوم جديد وغدا جديد، كله خير وبركة الحمد لله رب العالمين. وكله والله تدبير وتوفير من عند ربنا الحمد لله. الحمد لله يا جماعة. هو الغلاء طبعا يعني عامل اللازم فينا، بس بنقدر نسيطر والحمد لله. النهارده خلي بالكم الرز ده يا جماعة حبة وحبة، لأن أنا بقول لكم من هنا لغاية إن شاء الله آخر الشهر ما اشتريتش لسه ما جبتش الميزانيه بتاعتي، ولا لسه اشتريت طبعا الحاجه بتاعتنا عشان اجيب الشعريه فيها. فانا بعملها رز حبه وحبه كده. وعلى فكره والله انا بحبها احلى من الطعم من الشعريه كمان. وعندي سمك بلطي كمان، انا قليته كده اهو زي الفل كده ما شاء الله قليته. وعندي الزيتون طبعا، والمخلل بتاعنا هو زيتون كده جميل خالص، اكله زي الفل بصراحه. على راي اللي اللي بيقول انا ما جبتش طماطم. انا في السوق النهارده لقيتهم بيقولوا الطماطم عيار، ده بقى عيار 21 يعني، خلاص بقى ذهب فعلا. فانا بصراحه ما اشتريتش الطماطم ب 35 جنيه، قلت والله ما انا جايباه خلاص الحمد لله. وعلى كده بقى غدانا النهارده ان شاء الله. نتقابل بكره في يوم جديد، كله خير وبركه وتوفيق يا رب. اقابلكم دايما على خير. سلام عليكم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يوم جديد وغدا جديد، كله بركة وخير من عند ربنا الحمد لله رب العالمين. النهاردة كل غدانا بقى بروتين عالي قوي قوي يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. خلي بالكم النهاردة احنا بقينا خلاص بنعمل بقى الوقت منيوهات اخر الشهر، فالحمد لله رب العالمين. انا عندي اللوبيا ديت عندي في التلاجة طبعا، لوبيا ناشفة. لوبيا ناشفه بعينها في التلاجة عشان لا تسوس ولا حاجه، وجايباها الحمد لله رب العالمين. بقول لكم انا عندي طلعتها النهارده، عملت منها كوبايه ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. خلي بالكم احنا بنعملها عندنا يا جماعه، بنحط فيها اهو انا خضره خضره محشي اهي، الكزبره او الحاجه دي يعني اللي انتوا شايفينه ده، اللي اهو اللي انتوا شايفينه ده اهو اخضر ده يعني خضره المحشي. في النهايه خالص بعمل لها كده تخديعه بقى، اللي هي فصين توم مع خضره المحشي، وبتدي طعم طبعا زي الفل. وما شاء الله بقى عندي ليه خروف بسيحها فيها، الله اكبر على جمالها وريحتها بقى. وعندي طبعا شوربه يا جماعه في الفريزر. الشوربه انا ما بستغناش عنها ابدا، ولا برميهاش ابدا. كل لما يبقى عندي شوربه فايضه بعينها في الفريزر برضو، عشان يوم زي النهارده كده بطعم منه اللوبيا دي او الخضار اللي انا بعمله، بطعمه بالشوربه ديتي طبعا احسن من ان اجيب مرقه وكلام من ده، لانها دي حاجه طبيعيه طبعا بتاعتنا. وفي نفس الوقت كمان العيال بيشربوه. وعندي طبعا بيضه اهوتي، بيض سلقه يا جماعه. البيض اللي الحمد لله رب العالمين انا ما بعرفش ما بقشروش، لان ولاد الله يصلح لهم بيقول لك لا احنا اللي نقشر، فخلاص بالهنا والعافيه بيقشروا وقتها عشان ما يبردش ولا حاجه. فانا بقول لكم ده غدانا النهارده، والرز اللي بالشعريه بقى والحمد لله رب العالمين كده زي الفل. واللهم لك الحمد والشكر. يعني قيمته الغذائيه كلها بروتين عالي قوي قوي الحمد لله من البيض واللوبيا والحاجات دي. فالحمد لله ان شاء الله نتقابل بكره في يوم جديد، كله خير وبركه وتوفيق يا رب. اقابلكم دايما على خير. سلام عليكم. والنهارده بقى غدانا الحمد لله. انا كل ده يا جماعه الحمد لله احنا غدا اخر الشهر يعني. انا ما اشتريتش حاجه خالص. انا كان عندي والله جايبه كيلو بطاطس. خلي بالكم عينته كمان في التلاجة علشان خاطر ما لقيته بيعمل زي زرع كده او حاجه، قلت لا احطه في التلاجة بقى عشان يوقف الحاجه دي، لان طبعا البطاطس غاليه، وفي نفس الوقت ماهيش جديده كمان، ماهيش في السوق غاليه جديده او حاجه. المهم، فانا بقول لكم غدانا النهارده عملت البطاطس ديتي، سلقت قطعتها كده وسلقتها عشان ما تاخدش زيت، وحمرتها كده. وعملت بتنجان اهوتي وفلفل وشطه، وعملت كمان وعندي الزيتون، وعندي طبعا الرز اللي بالشعريه بتاع اللي لا مش بالشعريه، ده حبه وحبه زي الفل كده الحمد لله. كل ده بقى غدا اخر الشهر الحمد لله رب العالمين يعني. وغدا حلو على فكره والله وجميل. هي بس مشكلتنا ان انا فعلا محتاجه طماطم، بس ما جبتش بصراحه لان الطماطم غاليه قوي. قلت لا مش هجيبها خالص الا ما ترخص بقى، ربنا يفكها يا رب ونشوف اخرتها ايه بقى. معرفش يعني، طولت قوي بصراحه حكايه الطماطم قوي، طولت قوي السنه دي في انها تبقى بالسعر الغالي ده. فده غدانا النهارده ان شاء الله. نتقابل بكره في يوم جديد، كله خير وبركه وتوفيق يا رب. اقابلكم دايما على خير. سلام عليكم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يوم جديد وغدا جديد، كله بركة وخير من عند ربنا الحمد لله رب العالمين. النهاردة طبعا غدانا يا جماعة غدا يعني من أبسط ما يكون، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. وهقول لكم أنا عملت إيه. غدا طبعا شعبي، ما هناكل النهارده عيش، ده اكله اخر الشهر الحمد لله. ورب الكون انا ما اشتريت خالص اي حاجه النهارده خالص. بقول لكم مش عايزه ابدا في اي فلوس الا في يوم واحد في الشهر، ابدا في الايه
في ميزانيتي الجديده بتاعت اول الشهر باذن الرحمن يا رب. فالنهارده عملت ايه؟ عملت عندي دي مسقعه يا جماعه، كان عندي والله بتنجانيه واحده، عملت عليها طبعا الشطه والفلفل اللي انا كنت جايباه. خلاص اهي، اهي حتى ما كانش عندي طماطم عملتها بصلصه، مع اني ما بحبش الا اني اعملها بطماطم، بس طبعا انا مضطره فقمت عاملاها كده اهو. دي بتنجان مع فلفل مع شطه، طالعه كده جميله خالص، مسقعه حلوه قوي بصراحه. طيب عملت كمان بقى يا جماعه حاجه حلوه قوي بصراحه، عملت بيض. قلت بدل ما اعمل البيض كده، عملت البيض. عملت فاكرين الحبيتين البطاطس اللي انا جايباهم في المشتريات، اللي كنت بقول لكم انا جايباهم من الراجل وحشين وقلت له للطيور، وجيت ابص لقيتهم يعني ممكن انضفهم، فانا بصراحه قمت عاملاهم. قلت لو انا لقيتهم مش هيكفوني، طيب انا قطعتهم كده وعملتهم في ايه، زي عجه كده بالظبط، بالبيض والحاجات ديت وبصل كمان، طالعه جميله اهي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على جمال النبي. اهي اهي، بسم الله ما شاء الله، يا رب بارك وصلى على النبي. اهي صلاة النبي عليها جميلة خالص اهي، بسم الله ما شاء الله. اهي بقول لكم زي العجة بالظبط اهي، حلوة قوي قوي بصراحة. عملتها كده الحمد لله رب العالمين، وطعمها جميل جميل الحمد لله. وعملت طبعا بصوا العشق بقى اللي ما فيش كلام فيه، اللي هو ايه، المش بتاعنا اهو بالجبنه بتاعتنا القديمه بحبايه طماطم، والله ما كان عندي غير واحده بس، قمت عاملاها في الجبنه كده اهي والمش، وقمت حاطه عليها زيت زيتون كده زي الفل، جميله خالص. انا بالنسبه لي مش عايزه اكتر من السندوتش بالجبنه دي وخلاص، او بالمش ده. وعملت كمان بقى، عارفين بقى كلمه العشق الممنوع، طبعا مين فينا ما يعشقش العجوه؟ بنحب العجوه دي موت. طبعا انا بقول لكم انا بعملها ايه، ما بحطش العجوه بقى في الشمس، ولا التراب يجي عليها، ولا العفوف، ولا كلام من ده، لا انا بفصصها خالص كده وبحطها في اكياس واعينها في التلاجة. فانا بقول لكم جبت كيس الوقت وطلعته عملته كده زي الفل زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بس طبعا بقول لكم ان هو العشق الممنوع ليه، لان طبعا انا مريضه سكر، فماليش ان انا اكل من دي حاجات كتير، وبحبها قوي، بس يعني لازم حتى اقول للعيال شيلوها من قدامي، بس لازم ادوقها يعني غصب بقى، لازم ادوقها فعلا كده واخد الدواء بتاعي بعدين. المهم ده الغدا بتاعنا النهارده، والعيش بتاعنا بقى بصوا، العيش جميل جميل فعلا اهو ما شاء الله. كوبايه شاي كده ومانيش عايزه اكتر من كده، الحمد لله رب العالمين. كده غدانا اللهم لك الحمد والشكر يا رب، زي الفل. النهارده غدا كله بركه وتوفير، بقول لكم ما اشتريتش اي حاجه ابدا، ودي احسن حاجه فعلا، ان من البيت عملت كل حاجه الحمد لله النهارده. ان شاء الله نتقابل بقى بكره باذن الرحمن في ميزانيتنا الجديده ان شاء الله يا رب، ومنيو جديد وكله خير وبركه، ويا رب اجعل الشهر اللي جاي احسن من اللي فات، والايام اللي جايه احسن يا رب، وارخ قوت المسلمين بحق لا اله الا الله. اشوفكم بكره باذن الرحمن على خير ان شاء الله يا رب. سلام عليكم.